يلا هنكمل مع بعض بقية الفيديو اللي فات. احنا قلنا في الفيديو اللي فات شفنا التلاجة اللي هي العادية الشارب اللي هي العادية مش بلازما، ما فيهاش بلازما ولا فيها ديجيتال، هي تلاجة عادية. شفنا ال 385 وشفنا ال 450. معانا دلوقتي ال 385 اللي هي الديجيتال. ادي الفرق بين الديجيتال وفرق بين العادي. الديجيتال بتبقى فيها بلازما، بلازما دي بتاعة تنقية الروائح. وادي الشاشة الديجيتال اهي، تمام. دي بظبط منها درجة التبريد. عندي هنا في زرار الاف وفي زرار اللي هو بتاع الار. الاف دي هي الريفريجريتور يعني ثلاجة، والار اللي هي الفريزر. دي بظبط منها، بدوس على علامة الاف دي تظهر لي الدرجات بتاعة الثلاجة، اظبط منها درجة التبريد بتاعتي هنا 1 و2 و3 بالدرجة دي. وادي علامة البلازما. من جوه الشكل في العادية بتبقى كده، وفي الديجيتال بيبقى كده. فيها هنا ده عبارة عن علبة بتاعة تلج بتتحط في الايس بوكس عشان تحفظ درجة التبريد في الحاجة لو انا حاططها مثلا فترة طويلة